السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بدل ما تشتريه بالغالي من بره، انت بكيلو واحد دقيق هتعملي كميه كبيره جدا وهتشبعي البيت كله. هنعمل بقى مع بعض البوريك بتاع الافران ويمكن احلى شويتين كمان. اول حاجه هسمي الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا بقى 3 كوبايات كده من اللبن، نزلت عليهم بكوبايه من السكر، ونزلت عليهم كمان بكيس كده من الخميره الفوريه. ومعايا هنا بقى 3 بيضات سلام، ومعايا هنا 1 ابيض بيض بس، يعني توتال كله 4 بيضات. تمام. وطبعا عشان في بيض لازم يكون في فانيليا. هبتدي بقى ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعض لحد ما السكر يدوب. وطبعا كده بعد ما السكر ما دام معايا هبتدي ان انا انزل بكوبايه كده من السمنه على زيت، او ممكن تستخدمي اي ماده دهنيه عندك. قلبتها على السريع كده، وبعد كده نزلت على طول بكيلو دقيق. ماما بقى هنا ربنا يخليك ليا يا ست الكل، هي اللي كانت بتعملها. شالت بقى الاسبتيوله كده وهتبتدي ان هي تشتغل بايديها. بقى هتحطوا كوبايتين بس من اللبن وتبتدوا ان انتوا تشتغلوا، انما الكوبايه الثالثه دي هتحطوها بالتدريج. ان انا هنا بصراحه استخدمت حوالي كوبايه دقيق تاني. هنا بقى كنت نسيت احط البيكنج باودر، فقلبته كده في شويه لبن، وهبتدي ان انا انزل عليه برضو بالدقيق. وماما برضو هتبتدي ان هي تقلب تاني. هنا بقى احنا عايزين العجين يكون بيلزق بسيط كده في الايد، كده هتبقى هشه جدا معاكي وطريه قوي قوي. بصي بقى، فضي كده العجين قدامك على الرخامه ويدينا ويديكي طول العمر، وافضلي اعجني فيها. وطبعا بقى مرحله العجن هنا كل ما تعجني اكتر تديكي نتيجه احسن. افضلي بقى عجني وشيلي وحطي وخبطي ورزعي فيها لحد ما تبقى تمام معاكي. هنا كده العجينه بقت بدات ان هي تنعم معانا. تمام. نستكفى بالعجن كده؟ لا، لسه في عجنه تاني، نسيبها بس ترتاح 5 دقايق كده ونبتدي ان احنا نعجن فيها تاني. العجينه دي بالذات تديها عجن اكتر تديكي شويه سكر زي ما بيتقال. وهنستكفى بكده. كفايه كده بصراحه، عشان هي صعبت عليا قوي من كتر العجن اللي فيها. هبتدي بقى ان انا اخد ربع العجينه كده، يعني الربع او التلت على حسب ما انت عايزه، بس انا هنا ما استخدمتش غير يعني حوالي الربع بس. العجينه بقى اللي هي الكبيره دي خلاص هي كده تمام جدا جدا معايا، وما شاء الله بقت ناعمه وطريه جدا جدا معايا. هبتدي بقى ان انا ادهن الطبق كده مسحه زيت بسيطه، وهبتدي ان انا احطها في الطبق واغطيها واسيبها بقى لحد ما تختمر. هنا بقى كانت ماما كده حطيتها في الطبق، وهبتدي بقى تستخدم اي كيس التلاجة عندك. تمام. هتبتدي ان انت تغطيها كده، بعد كده تغطيها باي فوطه نضيفه عندك. اما بقى عن الحته الصغيره اللي احنا شلناها دي هقولك دلوقتي هنعمل بيها ايه. معايا بقى هنا كده معلقتين من الكاكاو، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره كده من الزيت. تمام. ومعايا هنا معلقتين من اللبن. تمام كده تمام كده. واحط معلقه كمان زيت. يلا. هبتدي بقى ان انا اضرب كل الكلام ده مع بعض كويس عشان يبقى يعني متجانس مع بعض كده. هنا كده بعد ما الخليط ما بقى مظبوط معايا، هبتدي بقى ان انا انزل عليه بالعجينه الفاتحه اللي هي الحته الصغيره دي. تمام كده تمام. وهبدا برضو ان انا اقلب تاني لحد ما يعني الكاكاو كله يبقى متداخل كده مع بعض. بعد كده بقى هجيب الطبق بتاعي برضو ادهنه دهنه زيت بسيطه كده، وابتدي ان انا احط برضو العجينه يعني بتاعه الكاكاو دي في الطبق. بعد كده هبتدي بقى ان انا اغطيها باي كيسه كده واي فوطه مطبخ عندك نضيفه برضو، واسيبها برضو لحد ما تختمر. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك العجينه كانت اختمرت معايا. هبتدي بقى ان انا افضيها كده قدامي على الرخامه، او قدامي يعني على سطح العمل زي ما انتم عايزين. تمام كده تمام. وهبتدي بقى ان انا اقسط العجين او اقطع العجين على حسب ما بتسموه. بس اهم حاجه كده ان يبقى الكرات كلها قد بعض. وهنا كده بعد ما ست الكل خلصت كل الكميه، هتبتدي بقى ان هي يعني هكورها على بعض كده، هتلم العجينه كده وتبقى هي كده تمام مظبوطه معايا. هنلموها على بعض بقى كده زي البقجه او زي الكوره، وبعد كده هتخلص كل الكميه وترجع لكم. ما شاء الله من كيلو دقيق وكوبايه، بصوا على الكميه ما شاء الله اللي عاملاها معايا. بعد كده بقى هتبتدي بعد ما خلاص تخلصي كل الكميه اللي عندك هتغطيها عشان ما تعملش قشره كده من الهواء.
كده بعد ما خلصت العجينة الفاتحة تبتدي بقى ان هي تخش على العجينة الغامقة، برضو هتقطعها بنفس الطريقة كده وهترجع لكم. يا ريت بقى واحنا شغالين نذكر اسم ربنا كتير على الحاجة كده، عشان ما شاء الله بتبقى جامدة جدا. يا ريت بقى اللي جربوا بالطريقة دي يكتب لي في الكومنتات، واللي لسه ما عملوش او ما جربوش يجربوا بالطريقة دي، صدقيني هيفرق معاكي جدا. يا ريت بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، عشان انا كده بجد هزعل والله. وعلى فكرة اللايك بدوسة واحدة بس هتلاقيكي دوست لايك عادي، يعني دوسي لايك بقى. وهنا كده كان العجين ارتاح معايا خمساية كده، يعني عشان تعرفي تفرديه هتبتدي بقى ان انت ترولي الواحدة كده، هتبتدي ان انت تعمليها رول. يعني هبتدي ان انا افردها كده طويل قوي قوي، طبعا على حسب الرخامة عندك، يعني انت ورخامتك بقى وشطارتك بقى مع الرخامة كده. وهبتدي ان انت تلفيها وخلاص بعد ما طولتيها قوي قوي كده تبتدي بقى ان انت يعني هتلفيها حوالين بعض كده زي الحلزون بالظبط. طبعا بقى اخر حته بنقفل بيها دي بنحطها كده من تحت يعني العجينه، عشان ما تفتحش معانا واحنا بنسويها. دي برضو ان انا اعمل معاكم واحده تاني بنفس الشكل، هي سهله جدا ما فيهاش شغل كتير يعني ولا حاجه، ده كده اسهل الطرق للي عايزه يعني تعملها ومش عارفه اشكال، هي دي اسهل طريقه اصلا، هي دي الطريقه بتاعت الشريك. تمام. طيب معايا بقى شكل تاني كده، هبتدي ان انا اخد برضو حته يعني عجينه صغيره كده، هبتدي ان انا اقسمها على 3. ماشي. وابتدي بقى ان انا اعمل يعني ال3 قد بعض، هلفهم يعني كده قد بعض ال3، وهبتدي بقى ان انا يعني اعمل زي مثلث كده، بعد كده واحده في النص. تمام. وهبتدي بقى ان انا اضفرها ضفيره عاديه خالص، وده برضو شكل تاني بيبقى جميل قوي قوي بعد التسويه. طبعا التشكيل بقى بتاع العجين ده لعبتك، يعني انت وشطارتك برضو في التشكيل. معايا هنا برضو شكل تالت هعملها بقى، هبتدي برضو ان انا اعملها كده زي الشكل الاولاني اللي هو بتاع الضفيره ده، بس هعمل هنا ايه بقى، هخلي البني هي اللي في النص، برضو بيدي شكل جميل قوي قوي، بتبقى شكلها تحفه بجد. وممكن برضو تعمليها ب4 او ب6 اللي انت عايزاه، بس برضو بتبقى جميله جدا جدا وهي كده. بصوا برضو ما شاء الله يعني متطعمه بني كده بتبقى تحفه. وممكن برضو تعمليها زي السنبلة كده، اللي هي يعني بتبقى بعدد كتير يعني، بس دي أسهلهم. تمام. معايا هنا بقى شكل تاني، هبتدي ان انا كده اعمل واحدة بيضة وواحدة بني. تمام. وهبتدي ان انا يعني الفهم على بعض بس كده، ده برضو شكل تحفة قوي قوي، بتبقى جميلة برضو، بتبقى بجد ملهاش حل. بيبقى الشكل ده برضو خفيف قوي قوي كده وبيبقى سهل جدا. ومعايا برضو شكل كده تاني، هبتدي ان انا اقطع يعني هاخد واحدة كورة كده من اللي هي الابيض، هقطعها على 3، وابتدي بقى ان انا اخد واحدة كده بني، وابتدي ان انا افردهم بايدي كده او بالنشابة، يعني على حسب ما انتوا عايزين. وابتدي بقى ان انا احط واحدة ابيض وواحدة بني وواحدة بيضة تاني عليها، وابتدي بقى ان انا اعملها رول كده، وبصوا هتديكوا شكل الوردة تحفة. شايفين الجمال ما شاء الله، اللهم بارك. ابتدي بقى ان انا اركن شكل الورده دي كده على جنب، عشان اقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. معايا بقى عجينه كده، هبتدي ان انا الفها طويله كده، بعد كده هعملها يعني في قلب بعض كده، يعني هعملها كده في قلب بعض، هتشوفوا دلوقتي ان انا مش عارفه اشرحها بصراحه. تمام. يعني هخليها كده ان هي تبقى يعني متداخله كده في قلب بعض، يعني طبعا الفيديو موضح قوي قوي اكتر ما انا اتكلم يعني. ده برضو كان شكل تاني، بس كانت العجينه هنا معايا صغيره، هقول لكم دلوقتي الورده دي انا هعمل بيها ايه. معايا بقى ماما كده جابت حتة عجينة ويعني قامت برماها كده، بس يعني رفعتها شوية، وبرضو بقى هعملها بنفس الشكل كده، هدخلها في قلب بعض. تمام. اهي هنا كده خلاص كنا خلصنا. هنا بقى كانت يعني كانت الوردة التانية حطيتها في قلب عجينة من التانيين. تمام. وابتدي بقى ان انا هنا معايا 3 يعني دواير كده من اللي هي الابيض والبني، يعني دورية واحدة بس بيضة و2 بني، هبتدي بقى ان انا احطهم كده في قلب بعض، يعني طالما واحدة بره بني يبقى اللي في النص ابيض.
وواحدة تاني من برّه بُني، تمام كده؟ ابتدي بقى إن أنا ألفّها كده بالراحة، وبعد كده يعني هاقفل بقى آخر لفة دي كويس جدًا كده، زي ما أنتم ما شايفين، تمام؟ بعد كده بقى هاقسمها نُصّين، وبرضه هافتّحها كده زي الوردة. معايا بقى اللي أنا لفيتها كده، هابتدي بقى إن أنا أحط الوردة البُني دي هي اللي في النُص، وده برضه شكل تاني بس شكلها تحفة أوي ما شاء الله. معايا بقى شكل تاني كده، معايا كده كورة هابتدي إن أنا أفردها أبيض كده طويل، تمام؟ وبعد كده برضه معايا كورة من البُني هافردها برضه طويلة. وما تخافيش لو قطعت منِّك في النُص زي كده بالضبط الزقيها كده وكمّلي برضه عادي ولا يهمِّك، تمام؟ وبرضه بقى هابتدي كده إن أنا ألفّهم على بعض كده زي ما أنتم ما شايفين، وده برضه شكل سهل جدًا، جدًا للي لسه أول مرّة يعملها. هابدأ بقى كده إن أنا ألفّها برضه حوالين بعض، برضه بتدّيكِ نفس الشكل بيبقى تحفة. وبرضه آخر حتّة دي هاخلّيها من تحت كده عشان ما تفتحش معانا وإحنا بنسويها. طَب بذمتكم بقى عمركم شُفتوا الأشكال دي في الفُرنة؟ مش هتلاقوها أصلًا. وهنا برضه نفس الشكل كده اللي إحنا كنا عاملينه مع بعض من شوية. برضه كده لفينا 2 على بعض، وبعد كده هنبتدي إن إحنا هنلفّها حوالين بعض بقى كده، وبرضه آخر حتّة هاخلّيها من تحت عشان إيه، ما تفتحش معانا. ما شاء الله اللهم بارك تحفة. ومعايا بقى شكل تاني كده هابتدي إن أنا أفرد واحدة سليمة كده وواحدة سليمة كده، تمام كده؟ وابتدي بقى إن أنا آخُد نُص من البُني أحُطّه على نُص اللي هي العجينة البيضا. سهلة لحد كده، سهلة جدًا، جدًا لحد كده، ما فيهاش شغل كتير، وممكن برضه تستخدمي الصواني يعني تعملي الأشكال كلّها بالشكل ده. ده أسهل شكل ممكن تشوفيه، وعملناها شكل فيونكة برضه شكلها تحفة أوي اللهم بارك. اكتبي لي بقى أنهي أسهل شكل فيهم، وأنهي أحلى شكل عجبِك فيهم، وما فيش أسهل من كده اللهم بارك. قومي بقى جرّبيها لو لسه ما جرّبتيهاش وقولي لي في الكومنتات ضبطت معاكِ والّا لأ. فاكرين بقى الأصفر بيض اللي إحنا كنا شايلينه مع بعض في أول فيديو؟ هو ده، هاجيب بقى كده يعني هارُبّه كده، تمام؟ وبعد كده نزلت عليه يعني 3 معالق كبار كده لبن، يعني شوية لبن حلوين كده، ما أعرفش بقى قد إيه بصراحة. ومعايا هنا شوية فانيليا كده برضه عشان الزفارة بتاعة البيض. برضه هاقلّبهم كده مع بعض كويس، وهابتدي بقى إن أنا أدهن الوش بتاع ال يعني العجين كده. وممكن بقى تستكفي بس أوي، أوي كده أنتِ كده 100 فل و14، بس أنا بقى ما احبش أستكفى بكده، باحب أعمل إيه، حطيت بقى يعني كام واحدة شوكليت شيبسي كده في يعني معاها كده، ودي ما شاء الله اديتها شكل اللهم بارك تحفة. بجد والله العظيم يا بنات جربوا يعني جربوها كده بالشوكليت شيبس هتبقى جميلة، وممكن برضه تستغني عنها لو ما عندكيش، وممكن برضه يعني تستخدمي سمسم بس أو سكر برضه زي ما إحنا ما يعني اتعودنا عليه على كده. بس أنا هنا حبيت إن أنا أستخدم شوكليت شيبس معاه، يعني شكل جديد كده. صلّي على النبي كتير وإحنا شغالين كده في الحاجة اللهم بارك، فعلًا بتفرق جدًا، جدًا في طعم الحاجة. أنتِ لسه لحد دلوقتي ما حطيتيش اللايك؟ يالّا بقى حُطّي اللايك مستنية إيه؟ شُفتوا بقى دلع أكتر من كده؟ لأ بجد، بجد شُفتوا دلع أكتر من كده؟ مش هتلاقوا عشان أنا بس اللي مدلّعاكم، يعني دلّعوني أنتم كمان وحطّوا لي اللايك. هنا بقى من أول كده لمّا ابتدي إن أنا أدهنها بالبيض كده، هابتدي إن أنا بقى أشغّل الفرن عشان يسخن معايا شوية. وهنا بقى عملت برضه شوية بسُكّر كده زي اللي إحنا بنحبهم زي بتوع زمان. وهنا بقى هاخلّص كل الكمية اللي عندي كده وهارجع لكم. اكتبي لي بقى أنهي شكل عجبكم أكتر في الكومنتات، ويالّا بقى قومي اعمليها بقى ونشوف مين فينا أشطر. عايزة بقى تحطّي سمسم بس حطّي، عايزة تحطّي حبّة البركة بس ماشي، عايزة تحطّي سُكّر بس تمام، إنّما لو عايزة ما تحطّيش كمان أي حاجة، فدي حاجة ترجع لِك بقى وكده براحتك على الآخر. هابتدي بقى إن أنا أدخّلها الفرن كده تاخد لون من تحت الأول شوية، بعد كده قُمت طافية من تحت وشغّلت لها الشواية. هشة أوي، أوي وطرية جدًا، جدًا وعن الجمال بجد أتحدث قليلًا. جرّبوها بقى واكتبوا لي في الكومنتات يالّا. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله.